السلام عليكم، ربي يسعدكم. كيفكم يا جماعة الخير؟ قبل ما نبلش بهذا الفيديو لا تنسوا تصلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا جماعة الخير، هذا الفيديو مو تمثيل ولا سكتش ولا أي شيء، تمام؟ هذا الفيديو طالع أحكي فيه مثل ما شفتوا بالعنوان، طالع أحكي فيه على أم سيف، لأنه في كثير رسائل جتني على الانستغرام وعلى الفيسبوك، كثير كمية من الرسائل كثير كبيرة، قالت إنه أنتم الوحيدين ما حكيتوا على أم سيف، أنتم الوحيدين، أنتم محمد ما طلعتوا في فيديو وحكيتوا على ام سيف. وفي كثير ناس طلعت، وفي كثير ناس طلعت على اليوتيوب وصارت تحكي، وهذا اللي صار يحكي يقول كذب، وهذا اللي صار يحكي ويقول حقيقة. يعني الصراحة فطلعت انه ما حبيت احكي فيها كثير، يعني طلعت انه كل الناس طلعت حكيت، ليش نرجع نحن نطلع نحكي؟ فالصراحة اضطريت انه اطلع احكي، فانا اضطريت اطلع احكي ووضح شوي للناس اللي بتتابعني. طبعا في كثير ناس مثلا ما بتتابعني، بس للناس اللي بتتابعني واللي ما بتتابعني كمان طلعنا هيك نوضح صورة حلوة لكم ان شاء الله تفهموها. فمثل ما بتعرفوا جيفارا قبل طلع فيديو وفتح بث مباشر، وانا كنت من اللي موجودين بالبث المباشر باول ما صارت معه المشكله. وقتها كانت فكرناها جد، هو كان قايل للمتابعين قبل بفتره، قال انه بدي اعمل فيكم مقلب، بدي اخلي اليوتيوب كله يحكي فيه، بدي اخلي الناس كلها تحكي فيه. فعطى انه حذر، عطى انذار انه انا بدي اعمل فيكم مقلب. فوقت ساوى هذا الشيء الصراحه الكل اندهش، وما في اي شخص اعتبره مسلسل او اعتبره مقلب او اعتبره يعني انه يكون مزح. يعني كلياتنا توقعناه جد الصراحه، فهمتوا علي شلون؟ ولا بالاخير بيطلع مسلسل. فهذا الشيء يعني من بعدها اذا يصيروا ايش ما يكون ينزلوا ما حدا راح يصدقهم، حتى لو صار جد. فهمتوا علي كيف؟ يعني حتى لو صار جد ما حدا راح يصدقه، لانه ليش عمل قبل فتره مقلب؟ يعني ما راح ترجع تزبط. ف شفت الفيديو انا اللي ام سيف طالعه وعم تحكي فيه، وعم يطلع من وراها صوت وعم تعيط وحده، وهي الحركه اللي عملتها انه يعني انه انا مخطوفه. فهمتوا علي شلون؟ انتم فهمتوا هاي الحركه شو معناتها؟ يعني انه هاي الحركه انه عملت هيك انه انا مخطوفه. فيعني الصراحه والله انا ما بعرف شو صاير معهم الصراحه، لانه ليش صار زمان ما تواصلنا مع بعض انا ولا جيفار العلي ولا مع ام سيف او نانو اختها. اوكي، فصار تواصل ضعيف، فلهالشيء ما بعرف الصراحه شو صاير معهم بالضبط. بس اللي بفهم منه ان شاء الله يكون مزح وما يكون جد، تمام؟ ان شاء الله يكون عم يسووا مقلب مثل عوايدهم وما يكون جد، لانه الحمد لله نحن ما بنرد الضر لغيرنا. ان شاء الله يكون مزح احسن ما يكون جد ويكون صاير معهم الحقيقه انه هيك عم بخطفون. واحد اثنين احسن ما يكون انه الموضوع جد. طبعا هون بتركيا الاغلب بيعرف انه الشرطه هون بكل شيء، يعني وين ما انت رايح بيعرفوا انت ايش سويت. فيعني الموضوع الصراحه انه انا اللي شكيت فيه واللي شككني يعني بالصراحه انه هذا مقلب، وما خفت كثير يعني انه بالفيلا بيركي ببيتها ومخطوفه. انا هي الصراحه حسيتها انه اوفر يعني شوي، فهمت علي كيف؟ انه يعني حسيتها مبينه شوي. بس ان شاء الله يكون ما في معهم شيء، وان شاء الله يكونوا الحكي يكون مزح وما يكون جد، لانه الصراحه ما بنرد لهم الضرر. لانه والله العظيم بالسوشيال ميديا يعني بالعاميه، يعني بالسوشيال ميديا كلها، انه الناس اللي انا بحبهم وبتابعهم هو ابو رعد، محمد موصلي، وجيفار العلي، ونانو ومسيف. يعني صراحه هدول انه نحن هم اصدقاء، ونحن هم يعني انه يعني ياخذين وش على بعض، وهدول الناس الصراحه مفضلين عندي، وما بتوقع يكون في عندهم كذب. فان شاء الله تكونوا فهمتوا شيء من هذا الفيديو. الصراحه لو بعرف انا اي شيء صاير معهم، اي شيء بدي اعرفه من جديد، بطلع بفيديو ثاني وبحكي لكم كل شيء عنهم ان شاء الله باذن الله. فلهون بكون صلنا لنهايه الفيديو يا حبايب القلب. اذا حبيت تشترك بالقناه ما في مشكله، اذا ما حبيت تشترك براحتك، مشان ما تقول عم يلم مشاهدات ومشتركين على كتافه. اوكي، اذا حبيت حط لايك للفيديو حط، ما حبيت حط ديسلايك. اوكي، فبحبكم كثير. ولا تنسوا تصلوا على سيدنا محمد. وهي صاير كثير عم كترها. وراح اوجه كلمه اخيره، الله يحميهم وما يجيهم الضرر ابدا، وان شاء الله يا رب بيطلعوا منا بخير وسلامه، وانتم قد وحوش. جيفار العلي والله انه بحبك كثير انت ونانو وام سيف. ان شاء الله ان شاء الله هذا الشيء ما يكون يعني جد، وان شاء الله يكون مقلب. خلينا نحن راضيين بانه يكون مقلب بس ما يكون جد. بحبكم كثير يا جماعه الخير. هون نكون وصلنا لنهايه الفيديو.
والسلام عليكم. بس قبل ما انهي الفيديو، نحن صارت معنا قبل بمشكله بخصوص طعن اخوي محمد ديمو. ويعني وقت دخلنا بهي المشكله انه كان في شرطه ودخل بوليس وكان ما عم يهدى، يعني فهمتوا علي شلون شرطه رايحه وجايه على المحل. يعني كان في كثير شغلات صارت، يعني ليش؟ لانه البلد فيها قانون. وان شاء الله قلت لكم ان شاء الله يكون هذا الحكي موجد، ان شاء الله يكون مزح، وان شاء الله يكون مقلب. فيا جماعه جد لا تتنمروا على الاشخاص، ولا تاخذوا انه شلون، لا تحكموا على الشخص قبل ما تعرفوا شو صاير معه، اوكي؟ ولا تحكموا على الشخص قبل ما تعرفوا شو صاير معه. يعني بتمنى من كل الناس اللي وقفت معهم واللي اعطتهم كلام حلو، واللي شفت كثير تعليقات، يعني الصراحه كثير تعليقات حلوه انه معهم. وفي ناس كثير عم تنتقدهم وعم تقول لانه ليش، مثل ما قلت لكم، لانه صار مقلب قبل، ففي كثير ناس شاكه بالموضوع وما عم يصدقوا هذا الشيء. فهمت علي شلون؟ ففي مشاهير كثير طلعت، ومشاهير حكوا انه هدول كذب ولو فكه، ومشاهير طلعت صاروا يقولوا انه نظامي، وهذا الشيء جد. فالصراحه لما بتطلع على وش مسيف انه كان تحس انه وشها مضروب، انه هيك في هيك اثار ضرب على وشها. فانا هذا اللي قلت انه يمكن يكون جد، وان شاء الله يكون مزح ما يكون جد. انا قلت لكم اياها للمره المليون، لانه ما بنريد الضرر لاي شخص، اوكي؟ فبس يا جماعه الخير، كل شخص بحبهم كل شخص بحبهم راح لكم ان شاء الله يطلعوا منا بخير وسلامه. وانا كثير بحبهم لامسيف وجيفارا، فريق جيفارا علي كلياتهم. وتحياتي لكم.